كتير من الوظائف في الصحافة التقليدية بدأت تندثر بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة. كل ده دفع لوجود صحفي سوق العمل طلبه بس بمواصفات خاصة. الصحفي ده لازم يكون صحفي مالتي تاسك، صحفي متعدد المهارات، يقدر ينتج محتوى إعلامي من خلال الموبايل سمارت فون، ويقدر كمان يمنتج، ويقدر يعمل انفوجراف، ويعمل كل وسائل توصل المعلومة للجمهور. الصحفي متعدد المهارات بقى مطلوب في سوق العمل لأنه بيوفر كتير جدا من العمالة، وفي نفس الوقت بيبقى عندي صحفي تقني متعدد المهارات. كمان في وظائف كتير جدا نشرت وطلعت بسبب التطورات التكنولوجية، كان منها صناعة المحتوى. صناعة المحتوى الإعلامي مجال كبير جدا، ومجال بيحقق ربح كبير جدا، خاصة لطلبة كلية الإعلام أو أقسام الإعلام اللي لسه متخرجين حديثا، اللي لسه ما دخلوش سوق العمل بشكل كبير. صناعة المحتوى بيتطلب فيه الأساس جودة المحتوى عشان تأثر في الجمهور. علشان كده دايما نقول إنه لازم نبقى لنا نظرة مستقبلية حوالين التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، وإحنا واقفين لحد فين من استخدامنا للتكنولوجيا وربطها بكل وسائل الإعلام ومناحي الحياة اللي إحنا عايشين.